السلام عليكم. حل مشكلة إكراش النسخة من على الطريق أندرويد 9. طبعا احنا كلنا بنستخدم نسخة توين كرافت اللي احنا عارفينها كلنا، اللي هي المتهكرة. طب ايه حل النسخة دي وايه حلها؟ اول حاجة كده، النسخة دي انا طبعا مستخدمها شخصيا، اللي هي نسخة توين كرافت المتهكرة، ومعاها برنامج ابيدو سبيشال لايت، اللي هو وانا اندرويد جهاز سامسونج جالاكسي اي 20. اللي انا فاكرين الحلقه اللي انا شرحت لكم عنها، اللي هي اشهر خطأين، اللي هو الواي فاي ده. الحلقه دي بيقول لي ايش كاملها. انا شرحت لكم اشهر خطأين في سامسونج جالاكسي اي 20 اس، واللي معاه سامسونج جالاكسي اي 20، واللي معاه سامسونج جالاكسي اي 20 بس او اي 14. لا، اللي معاه سامسونج جالاكسي اي 20 واي 20 اس، لا اللي معاه الحاجات دي بقى لازم يعمل الخطوات دي. لكن لو معاك سامسونج جالاكسي اي 14 اي 10 اي 15، الحاجات دي لا، ما تعملش الخطوات دي اذا كان لو عندك مشاكل مختلفه. لكن لو انت عندك سامسونج اي 14 اي 15 كده، لو عندك مشاكل دي وجالك نفس المشاكل على الموبايلات دي، لا ما تقلقش، مش هيجيلك باذن الله، يعني ده اصلا موبايلات شبكتها عاليه. فده عشان شبكته وسيطه، اللي هو سامسونج ايه 20 و 20 اس شبكتهم وسيطه، فالبرنامج بيعلق معاك. فاحنا باذن الله النهارده، صلى على النبي، هنفهم النهارده ازاي نعالج مشكله الهاك او التهنيك في نسخه توين كرافتر المتهكره بتاعه 2024 اللي بعد التحديث دي. انا اهو منزل برنامج اسمه سبيشال لايت. هندخل عليه كده، وبشرط لازم تكون قافل الواي فاي، ما ينفعش تدخل عليه الواي فاي مفتوح، لازم كده الطريقه تبوظ. هتضطر تعمل له مسح بيانات من تاني من على طريق الضبط. فانا اقفل الواي فاي واعمل له مسح بيانات اصلا، عشان هو يمسح التطبيقات عشان ملهاش لازمه، انت ما تعرفش مش هيتمسحوا من الخارج، عشان دول بيملوا ذاكره التطبيق، وممكن التطبيق يملى خارج منك فجاه قبل ما حتى تضيف التوين كرافت. طبعا النسخه متهكره، ومتقلقوش انا مش هعمل للناس التانية، هسيبها لكم المره دي في الوصف. هسيب لكم رابط في الوصف، انا ناشرها على حسابي على اتش اي او، اللي مش عارف الموقع ده بشرح عنه قبل كده. انا هبقى اسيب لكم الرابط دي، وانا ما بكذبش، اقسم لكم بالله العظيم هسيب لكم الرابط ده في الوصف. بقسم لكم بالله هسيبه لكم في اول تعليق، انا ما بعملش زي الناس التانية، اللي هو زي يوسف عمر، توين تو، اللي هو زي حبوشه، زي الناس دي مش هسيب لكم، مش هعمل زيهم، لا قسما بالله العظيم هسيب لكم اللينك تحت في الوصف. انا ما بكذبش، بس بشرط توصلوا لي الفيديو ده على قد اللي بتقدروه، اتشهر 400 مشاهده على قد اللي بتقدروه، بشرط هسيب لكم اللينك ده في الوصف. فنيجي كده عليه، نفتح توبيك كرافت دي، النسخه المتهكره، مش المتهكره التانية اللي هي النسخه بتاعت زمان، اللي هي حبوشه شرح عنها. لا، دي النسخه اللي بالعرض. فاكرين نسخه اللي هي زيرو، اللي هو يوسف عمر اللي شرح عنها دي؟ اسمه واحد اسمه يوسف عمر، اللي هو اللي عامل لكم نسخه توين كرافت زيرو تسعة زيرو دوت، اللي هي نقطة يعني 9 5. دي النسخة اللي أنا بستعملها، يعني النسخة التانية بتاعة 1 3 0، اللي هي النسخة اللي حبوشة استعملها، اللي هو قال لكم سلام عليكم مع حسابات متعددة، ده اللي هو واد اسمه حبوشة اللي استعملها، ده كل الناس بتتكلم عليه، اتقفلت. يعني من 2023 وهي اتقفلت النسخة دي، ما عادتش موجودة. فالموجود دلوقتي هي النسخة دي، اللي هو يوسف عمر اللي بيقول عليها دي، اللي هي تويت كرافت 1 9 5. دي النسخة اللي موجودة دلوقتي. فبصراحة انا هفتح الواي فاي واجربها معاكم، بس طب تعالى اقول لك خطوات، طب ايه الحل؟ طيب الاخطاء دي ايه؟ طب تعالى اقول لك حل انك ازاي تواجه مشكلة الهاك دي بكل سهولة. طبعا بتعمل تلقائيا. طبعا هتقولي ده نفس هي لوحة، بس هتلاقي زرار الدن ده، شايفه؟ شايف اللي انا بعمله عليا ده؟ زرار الطن ده هتلاقيه لونه برتقاني، يعني في النسخه القديمه اللي حبوشه شرح عنها كان لونه برتقاني برضو، مع يعني الحاجات التانية بيكون لونه ذهبي. فتلاقي نسخه فتحت معاك عادي. طيب مفيش فيديوهات عشان ده نت. لو اول خطأ معانا بيكون عيب من النت، يعني مثلا اهو هختار شخصيه، لما تيجي بتختار بسرعه كده، اصبر، خليك صابر على البتاع. انا مثلا هختار اللي هو زاك، ده اسمه زاك، الواد ده ما كريتتش ولا حصلت حاجه. ليه؟ اصبر شويه، يعني استنى لما الحاجه تحمل كده زي الفيس. هختار الباك لاوت، اصبر، انا هشوفك وهي بتكراش معايا عشان تصدقني. هختار ايه؟ خطفه النوم اهي، ما جرشتش معايا. طيب لازم النت يكون عندك سريع. هختار شخصيه كمان، هي توم دي، ما كرشتش معايا. ليه؟ دي نتيجة، أول نتيجة لما النت يكون معاك سريع وبيكونش بطيء، النسخة مش هتكراش معاك.
عشان دي النسخه اللي هي بتاعت 2022. خد بالك دي نسخه 2022. اللي هو يوسف عمر اللي قايل لك عليها دي نسخه 2022. نسخه 2022 هي اللي متهكره، لكن نسخه 2023 اللي هي النسخه القديمه دي لا اتقفلت. اللي حبوش اشرح عنها اللي قلت لكم في الاول، اللي قلت لكم في نفس الفيديو اللي حبوش اشرح عنها مع حسابات متعدده، اللي دي اتقفلت، اللي هي زيرو، اللي هي اوتوبيك كرافت واحد، زيرو دوت، اللي هي الدوت دي 6 3. دي طبعا النسخه القديمه. ف فطبعا دي اتقفلت ما عادش الا في النسخه اللي هي المتاحه دلوقتي قدامك، اللي هي 2024 السنه دي، هي تويك كرافت واحد نقطه 95. دي النسخه اللي مفتوحه لك دلوقتي، وهسيبها لك في الوصف. دي طبعا اول خطأ، دي اللي ما هنكتش معايا ليه؟ عشان ده بيكون سرعه في النت، ده بيكون في النت. حتى ظهر لك اشعار من شويه بيقول لك دراي جن نتورك، ده بيكون عيب في النت. فلو نتك مش سريع قوي، علامه الشحن بس، لو نتك مش سريع قوي مش احسن حاجه، فده مش اضمن له. فهو انت عارف يا جماعه، انتوا عارفين الفيديو هيبقى طويل شويه، بس معلش عشان ده معلومه يعني. لو جينا اخترنا مكتب المستر ما هنكش ليه يا جماعه؟ عشان ده يا جماعه بيكون عيب من النت، من النت. طب في برضه لو نتك سريع بس النسخه خرجت معاك فجاه كده، بسجل يا مريم بسجل. لو النسخه خ... في قصتي بس اختي مريم عملت. طبعا ده ما بيهنكش ليه؟ طبعا لو الواي فاي سريع بس خرجت معاك النسخه يبقى ده عيب من الاصدار، عيب من الاصدار الموبايل. انا اندرويد 9، فخدوا بالكم. انا قلت من زمان اندرويد 10، اتضح ان اندرويد 9. طيب انا اندرويد 9 دلوقتي اهو، اهو النسخه خرجت، اهو خرجت ليه؟ ليه؟ اهو ليه؟ ده بيكون عيب من الواي فاي او عيب من الاصدار. طبعا ده يكون عيب من الاصدار شائع جدا عند بنسبة، يعني بنسبة 10%، بنسبة 20% للمستخدمين سامسونج جالاكسي ايه 20 وايه 20 اس. ده الموضوع ده بنسبة 30%، لا بنسبة 10% شائع جدا عند الناس. يعني هو معرفش بس هو بنسبة 10%، شائع جدا عند الناس جدا. فده طبعا ايه حله؟ في حلين، في حلين مقترحين. اول حل يكون عيب من النت. لو نتك مش بطيء، نتك بطيء شويه مش عامل سريع، يبقى ده عيب اساسي في النت. لكن لو نتك سريع معاك الراوتر الحديث اللي نازل وي جايباه جديد ده واتصالاته كله، معاك الراوتر الحديث اللي بيتكلموا عنه والبرنامج راح رايح فارت منك فجاه كده، لا ده عيب من الاصدار ذات نفسه. لو انت اندرويد 8 استحاله يعملها. ليه؟ اللي هو بتاع ثانويه عامه ده، اللي هو يوسف عمر ده بيستعمل تابلت ثانويه عامه اللي هو اندرويد 8. ف فهو ما بيعملش الحركه دي. ليه؟ عشان هو يوسف، وطي صوتي بس عشان اختي مريم. يوسف عمر بيستعمل نت سريع واصدار سريع، واصدار اندرويد 8 صح، اصدار قليل بس. هو انا احدث منه اصلا عشان انا اندرويد 9، فانا احدث منه شويه. ف فانا رميت 3 جيجا. هو في 3 احتمالات الا يكون العيب الاول في اصدار النت، الا يكون التاني اللي هو اصدار الموبايل، او تالت حاجه يكون في رامات الموبايل. دي شيء بنسبه 90% يكون العيب من رامات الموبايل. ده بنسبه يعني بنسبه 30% ده يكون عيب من رامات الموبايل. ايه التلات الاحتمالات دول؟ بس انا عارفه ان الفيديو طويل عليكم شويه، بس هبقى اعمل جزء تاني شرح ليكم. يوسف طبعا هكمل لكم. يوسف يا جماعه، يوسف اللي هو يوسف عمر اللي هو بسيب لكم قناته في الوصف ده. يوسف عمر ده يا جماعه بيستعمل تابلت ثانويه عامه، وعشان كده هتلاقوا الموضوع ماشي معاه تماما وما بيهنكش. ليه؟ ده يكون عيب. الا العيب اللي هو عشان هو بيستعمل حسابات متعدده، ده يكون عيب من النت عندك. لو هي الاندرويد 9 يا جماعه يعني انا احدث منه شويه، المفروض انا احدث من اصداره ورامته 3 جيجا، انا رميت 3 هو 2 جيجا.